احنا كنا هنا امبارح، شفنا مطعم كويس بس انا مش عارف هو فين. يا ممكن تساعدني؟ اتفضل. انا وكيت كنا هنا امبارح، شفنا مطعم حلو جدا، يعني مكان جميل، بس حلو. انا مش عارف هو فين. انت متاكد المكان ده كان في الشارع ده ولا مكان مختلف كده في وسط البلد مثلا؟ تقريبا متأكد هنا. في الشارع ده. في الشارع ده. بس في الشارع ده انت كان بس مائدة رحمن اللي موجوده. انت تقصد مائدة رحمن؟ يعني ايه مائدة رحمن؟ يعني ايه مائدة رحمن؟ طيب ايه رايكم اعزمكم النهارده على مائدة رحمن، وكمان مش بس كده تساعدونا كمان في تجهيز المائدة وكده، ايه رايكم؟ بس احنا مش مسلمين. ما فيش مشكله، لان الرسول صلى الله عليه وسلم امرنا باكرام الضيف وحسن معاملته، خاصه يعني انت موجود هنا في الشهر الكريم، فانت ضيف علينا عزيز جدا في ام الدنيا مصر، اهل الكرم والضيافه. موافقين؟ موافقين. يلا بينا. يلا بينا. فدلوقتي بقى تعالى تقريبا كانت لوحدها هي اللي هتجهز جاك. ايه ده؟ ده رز ودلوقتي بنجهز بقى، بنعمل تجهيزات للمائده. ماشي يا جاك. ماشي يا صديقي. في رمضان؟ ده في رمضان. في رمضان بس تمام. ده اسمه تمر هندي، ده بس في رمضان. ماشي. حط فين؟ اتفضل. ده اول حاجه بيبداوا بيها يعني بعد البلح في الفطار عامه يعني. يا مصري، أنا عايز أعرف بداية فكرة مائدة الرحمن وليه هي منتشرة في مصر؟ بص يا جاك، يا بدايه فكره المائده يعني دي مقتبسه او جاءت يعني في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، لما استضاف يعني وفد او مجموعه ناس من الطائف كانوا جايين يعني يعلنوا اسلامهم. فالنبي من هنا يعني بدأ تكفل سواء بالفطار بتاعهم او بالسحور بتاعهم للمده اللي هم كانوا موجودين فيها عامه يعني. فمن هنا بقى جت فكره المائده، بدايه بقى من عصر الخلفاء لعصور ثانيه مختلفه زي ما هي موجوده في الوقت اللي احنا موجودين فيه دلوقتي يعني. تبقى منتشره اكتر على مدار شهر رمضان في انحاء او في جميع الاماكن هنا في القاهره، لان في القاهره وفي انحاء الدول العربيه كلها عامه يعني او الدول الاسلاميه. يا مصري ايه ده؟ تمام. بص يا كيت، ده عيش تمام، وده رز، ده لحمه، دي لحمه. هي واقفه معاهم. تمام. ديت سلطه. ايه ده؟ بصي ده عباره عن طبيخ خضاري يعني وكده، زي ما انت فاصوليا بطاطس ميكس كده، بس طعمه تحفه صراحه يعني. بص يا جاك، المشروب ده مشروب عظيم جدا، طعمه تحفه، بيبقى مشهور اكتر في شهر رمضان، بس بعد رمضان بقى بيختفي. في حاجات كتيره بتختفي بعد رمضان، ما صارش بس غير في شهر رمضان يعني. هو تقريبا دلوقتي فاضل تلت ساعه بعدها بقى نبدا ناكل يعني. بس انا عايز اقول لك يعني انا صراحه بالنسبه لي اول تجربه ان انا اقعد على مائده، بصراحه شعور جدا مختلف ان انت تجرب حاجات كتيره مختلفه في رمضان، تفطر في اماكن مختلفه. صراحه بالنسبه لي شعور حلو. دي بالنسبه لي اول مره في تجمع زي ده، انت قاعد في مكان يعني معظم الناس او تقريبا كل الناس اللي موجودين على المائده انت ما تعرفهمش خالص، يعني انت ما تعرفش ولا واحد فيهم، فشعور مختلف وشعور جميل. انت ايه شعورك بقى؟ هنا او تقريبا 90% من الناس انا مش عارفهم، بس اشعر كفي البيت، فدي شعور جميلة جدا يعني، في حفاوة، في كرامة، وكل الناس مبتسمين. هو فعلا مصر حقيقي بلد الكرم، الكرم ده يعني بيبقى واضح اكتر بالتحديد في رمضان. انا متفق معك. ايوه ده حقيقي جدا يعني. حقيقي. Kat, after we make this preparation for this beautiful table, just I have a simple question. But for me, like you feel like at home. This is my feeling. I just wanna know your feeling about this. Like you're just sitting with many people and we don't, and it's all. I don't know anyone from here, but to be honest, I feel that I know these people. It's like I don't know how to describe it, but I'm almost crying because it's beautiful to me. But everyone is smiling to me.
and I know that I could be a friend of most of these people, and it Yeah, could yeah. be easy to get each other. So that's beautiful for me. Yeah. That's good. Like laughing here in Egypt, you find it's so popular something. Exactly. It's not my country, but I also feel like at home. Yeah, that's a good feeling. Yeah. Can you find something like that in your country, in Poland? To be honest, I don't think so. Only at home with your family during Christmas, but it's only in your family. Like, no with random people, Oh, like strangers. Only around your family. yeah. Yeah. دلوقتي احنا سامعين الاذان. دلوقتي ده الوقت اللي احنا هنبدا فيه نفطر. اول حاجه بنفطر بيها اللي هو 3 بلحات كل واحده. شكرا. يلا بقى بينا نبدا نفطر. صوما مقبولا وافطارا شهيا. صوما مقبولا وافطارا شهيا. وادعي دعوة. And just you can أمنية. wish for Allah. بسم الله. Yeah, we can start.